سلمى بنت في 28 عام، طبيبة عامة. حياتها كانت ديما بين الخدمة والدار، ما عطاتش فرصة لقلبها باش يخفق. نهار وهي جالسة مع والديها قالت ليها الأم ديالها: سلمى، كاين واحد السيد بغا يشوفك للخطبة. سلمى ما كانتش مهتمة بزواج دابا، ولكن قبلات احتراما لوالديها. السيد كان سميتو عمر، مهندس هادئ وقور، فيه واحد الحزن خفيف لاصق في العينين. نهار شافوا بعضياتهم ما كان لا شرارة ولا قصة حب من اللول، ولكن سلمى حسات براحة غريبة معاه، بحال شي واحد ساهل تتفاهم معاه. دازت شحال من سيمانة وتزوجوا، ماشي زواج ديال حب، ولكن زواج عقلاني وهادئ. غير القدر كان كيدبر حاجة أخرى. سلمى مشات تعيش في دار عمر في مدينة ساحلية زوينة. الدار كبيرة مرتبة، ولكن باينة خوية من لمسة ديال المرأة. في أول ليلة بعد العرس جلسوا شوية، هضر معاها بلطف، ومن بعد تمنى ليها ليلة سعيدة ومشى ينعس في الغرفة اللي حدها بجنب غرفتها. سلمى حسات بوخزة في القلب، ما كانش قاصح ولكن كان بعيد بزاف. أيام دازت بلا صداع بلا مشاكل، ولكن بلا قرب كذلك. كلامهم كان رسمي: خاصك شي حاجة؟ لا شكرا. كيف داز نهارك في السبيطار؟ طويل. كل نهار نفس الروتين، نفس البعد. وسلمى كانت كتشوف وجه عمر شي حاجة مخبية، شي سر ما قالوش. واحد نهار وهي كتقاد المكتب ديالو، لقات واحد دفتر صغير مخبي في القاع ديال الدروج. ترددات تفتحو ولا لا، ولكن الفضول غلبها. الدفتر كان فيه رسائل قصيرة كاملين موجهين لواحد البنت سميتها ميس. قلبها هبط للأرض. ميس شكون؟ آخر رسالة كانت مكشوبة عام قبل زواجهم. قرات سلمى جملة خلاتها تتيبس: ما عارفش كيفاش نقدر نحب شي وحدة من بعدك، ولكن الحياة كتكمل. سلمى حطات الدفتر بسرعة. عمر عنده وحدة في الماضي، وكان باين مازال منساهاش. مشات تنعس داك الليلة، ولكن نعاس ما جاهاش. في الصباح عمر كان كيشرب القهوة ديالو. دخلت سلمى الكوزينة وقفت قدامه. عمر، شكون هي ميس؟ تصدم وهز راسو بشوية. شكون فتح الدفتر؟ أنا، اسمح لي، ماشي قصدي نتجسس. تنهد عمر وجلس. ميس كانت خطيبتي وتوفات حادث عام قبل ما نتلاقاو. سلمى حسات قلبها تعصر وكمل: تكسرت من الداخل وقلت الوقت غيداوي. زواجنا ما كانش هروب، ولكن كان محاولة باش نبدا من جديد. سلمى بقات ساكتة. عمر، ما خاصك تبزز على راسك تحس. قاطعها: ماشي تمثيل، ولكن المشاعر عندي بقى مشوشة. هزت راسها. ما كانش هادشي اللي تمنات في حياتها الزوجية، ولكن فهماتو. واحد النهار رجعت سلمى من الخدمة، وكانت الدنيا كتشرشر، غرقات في الشتاء. فتحت باب الدار وهي كترعد بالبرد. عمر خرج ليها بسرعة، هاز فوطة، قال: علاش ما عيطيش؟ راكي فازقة كاملة. بدأ ينشف شعرها بواحد اللطف اللي ما عمرها حساته منه. صباعه لمسه خدها بلا قصد. القلوب تقربت والعينين تعلقوا. لحظة صافية دافئة، ولكن عمر تراجع خطوة. قال: اسمحي لي، ما كانش خاصني. ابتسمت هي بخجل. قالت: ما كاين باس. ولكن قلبها كان كيطرطق. كانت أول شرارة حقيقية. من ذاك النهار عمر بدا كيتبدل، ولا كيجيب لها وردة مرة، يسولها كيف داز نهارها، ويرد لها البال لمشاعرها ولصمتها. نهار جلسوا في البالكون كيتفرجوا في البحر، قال لها: كنحاول نفتح صفحة جديدة، وحتى أنا ما بغاش نكون بدل شي واحد، غير نبداو بخطوة بخطوة. ابتسم، وهادوك العينين اللي كانوا مطفيين شعلوا شوية. نكونوا صحاب؟ ضحكات، وعلاش لا، ويمكن كتر. واحد النهار
دخل عمر للدار بكري ومعاه علبة صغيرة، فحال إلا قلبي قال لي نجيب لك شي حاجة. فتحتها لقات سلسلة رقيقة فيها نجمة صغيرة. شحال زوينة، ولكن علاش؟ حيت انتي غيرتي فيا بزاف ديال الحوايج بلا ما ديري جهد. سلمى حسات الدموع قربو، أول مرة يتقرب منها بهاد الطريقة. رفعوا عينهم وتلاقاو في النظرة اللي ما كتكدبش، وما هربش هاد المرة. نهار آخر رجعات سلمى للدار، لقات عمر جالس فوق السداري شاد واحد الصورة. كانت صورة ميس، وعينو كانوا ماشي عاديين، حزينين بزاف. سلمى حسات بحال شي حاجة تكسرات فيها، دخلات لبيتها بلا ما تقول والو. عمر ما تبعهاش. كانت هادي بداية الاختبار الحقيقي. داك الليل سلمى بقات في بيتها ساكتة، كتسمع قلبها كيضرب بزاف. هي عارفة أن عمر ماشي قلبه حجر، وأن الماضي كيخلي جروح، ولكن حتى هي إنسانة وعندها إحساس. كان سؤال واحد كيقتلها: واش نقدر نبدل هادشي؟ عمر دق الباب بواحد بشوية: سلمى، نقدر نهضر معاك؟ ما جاوباتوش. رجع للصالة وبقى سكت ما بيناتهم. الصباح لقات سلمى واحد الورقة في باب بيتها، كتب فيها: أنا آسف، ماشي حيت بقايا الحب، ولكن بقايا الوجع. وخا كنت كنشوف الصورة كنت كنحس أني كنغدر حاضرنا، وعرفت دابا أني ما عطيتكش حقك. إلا قبلتي نبداو من جديد. سلمى قرات الورقة مرات ومرات، كانت صادقة وكان فيها راجل كيصارح ماشي كيخبي. دارت الورقة في جيبها وخرجت تخدم، ولكن قلبها كان عامر أسئلة. يومين من بعد وهي في السبيطار طاحت عليها واحد المريضة باكية. سلمى حاولت تهدئها، ولكن وسط الكلام المريضة قالت شي جملة خلات سلمى تتجمد. عارفة شكون؟ عمر اللي ماتت خطيبته؟ سلمى صدمات. كتعرفيه؟ كان صديقي في الخدمة، وصدقيني عمر تبدل بزاف من داك النهار. وذاك الجنت ماشي غير خطيبته، كانت صاحبيته من الطفولة. سلمى قلبها توجع. هذيك اللحظة فهمات علاش كان الألم كبير عنده. ما كانش حب عابر، كان حب حياة كاملة. ومع ذلك عمر كان كيحاول يتجاوز. رجعت سلمى للدار، لقات عمر كيشوف البحر من الشباك. قالت ليه بهدوء: عمر، نقدر نهضر معاك؟ قال لها: طبعا. قربت منه قالت: أنا عارفة أن الماضي ديالك ماشي سهل، وماشي عيب تبقى عندك ذكريات، ولكن أنا بغيت غير نعرف شنو بلاصتي دابا. عمر وقف قدامها وشحال من كلمة بدات كتخرج من القلب: بلاصتك هي اللي باقي كنقلب عليها في هاد الدار من نهار دخلتي، وكنت خايف نحبك ونكون كنخون الذاكرة، ولكن حسيت قلبي تحرك لجهتك، وكنبغيك غير بغيت وقت باش نتأكد من نفسي. سلمى دموعها نزلت بلا ما تحس، وأنا مستعدة نصبر، ولكن ما بغيتش نبقى غير بديلة. قرب منها وحط يدو على خدها: انتي ماشي بديلة، انتي فرصة جديدة جات من السما. بدات حياتهم كتبدل ببطء، ولكن قلب عامر بالنية. ولاو كيتعشاو مجموعين كل ليلة، كيخرجوا يتمشاو في الكورنيش، كيضحكوا على قصص الخدمة وكيخططوا لعطلة جاية. كان عمر كيبان كل نهار كيتحل في القلب كتر، وسلمى ما بقاتش كتسول شنو كيدير ولا شنو كيتخيل، لأنها كانت كتلمس الحب كيكبر. واحد نهار وهما كيتفرجوا في البحر قال لها: سلمى، نقدر نقول لك واحد الحاجة؟ قول. كنت خايف نحب عد ميس، ولكن دابا كنشكرك انتي حيت وريتي لي أن القلب كيقدر يعيش بزاف ديال الحيوات وماشي حياة وحدة. سلمى بقات ساكتة، ولكن دمعتها كان جواب. قرب منها وخدا يدها: نقدر نبداو الصفحة البيضاء بجوج. وهي كتبتسم بكل سرور. مع الوقت كانت سلمى كتلاحظ أن عمر ما بقاش كيشوف الصورة ديال ميس، ماشي حيت نساها، ولكن حيت صالح مع الماضي وفتح باب جديد للمستقبل.
وهي كانت المستقبل. وفي وحدة من الليالي فوق السطح وسط نسمات البحر قال ليها: سلمى، كنظني أن الحب كيجي قبل الزواج، ولكن معاك علمتيني أنه حتى من بعد الزواج كيتخلق. وهي ابتسمات وبقات كلماته كتدور في بالها. حب بعد الزواج هو أقوى حب. وبداو حياتهم على إيقاع قلبين تعلموا كيفاش يرجعوا يحيوا من جديد.